ثانية واحدة بس يا عمرو، ثانية واحدة. السكوتر ده مش ياماها زوما، والله اسمه كده. السكوتر ده ديزاين جديد من شركة كيوي اسمه كيت 150 سي سي. فتعالوا بقى النهارده نشوف ايه ورا اللغز بتاع شركة ياماها وشركة كيوي، عشان المعلومات دي مش هتشوفها غير في الفيديو ده. يلا بينا نبدأ. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم اسامه مهدي بتاع موتوسيكلات، وحشني والله العظيم، وعمرو من ورا الشاشه. مبدئيا كده السكوتر ده نازل من شركه كيوي. طبعا انا مبسوط جدا ان شركه ابو حوا او الوكيل بتاع شركه بنيلي وكيوي بدا يخاطب السوق المصري بفكر مختلف. الاول كنا الموتوسيكلات بتنزل بنشوفها على طول على ارض الواقع، ممكن العميل يتعامل معاها على طول. دلوقتي الفكر مختلف، احنا النهارده في 2023 او احنا داخلين على 2024. النهارده السكوتر ده وصل لنا تيست درايف، بقاله بالظبط معاه اسبوع او اكتر من اسبوع، وكمان لف على بقيه المعارض والناس اللي بتسوق عشان خاطر يقدروا ان هم يقيموا السكوتر، ومش بس كده يجربوه ويعملوا تيست درايف. والحته دي انا نفسي شخصيا عجباني. ليه؟ لان دلوقتي بدا يبقى الفكر متغير، فالحته دي معانا عشان نسوقها ونعمل عليها تيست درايف قبل ما العميل يشوفها او تنزل السوق المصري تتباع. السكوتر ده انا اول ما شفته لقيت مكتوب عليه كيت كيوي. قعدت اعمل سيرش عشان اعرف الاوبشنز بتاعته ودنيته ايه. قبل ما اتكلم عليه لازم افهم برضو الحته اللي قدامي دي طبيعتها ايه. فللاسف ما لقيتش اي حاجه تدل عليها، فقعدت ادعبس عم عمرو لغايه ما لقيت ايه؟ لقيت السكوتر ده نازل من شركه ياماها. اسمه ايه بقى اصلا الحقيقي؟ زوم او زوما، بيقولوا كده زوما يعني. ولكن ان انا بقى اكتشفته ان شركه كيوي او شركه بنيلي واخده الديزاين وعامله فيه تعديلات. انا شايف من وجهه نظري ان هي حته حلوه. ليه؟ لان انتوا لو تاخدوا بالكم احنا كل السنين اللي فاتت دي كانت شركه كيوي بتنزل لنا يا جماعه منتج واحد بس اللي هو السوبر لايت، ومحقق مبيعات خطيره. والموتوسيكل ده الناس اللي بتتفرج على الفيديو اكيد عارفه شركه كيوي الكواليتي بتاعتها عامله ازاي. شركه كيوي لما حبت تنزل سكوتر نزلت ايه يا عم؟ نزلت الكيوي فيستا. الكيوي فيستا عمل ضجه جامده جدا، ولحد دلوقتي هو يعتبر اكتر سكوتر منتشر انتشار قوي جدا ما بين السكوترات، لان هو سعره كويس والكواليتي برده بتاعته كويسه جدا، وفي نفس الوقت الديزاين بتاعه سبورت. شركه كيوي ما وقفتش لغايه هنا ونزلت لنا حاجه كلاسيكي. اديهم بقى ديزاين ايه؟ ديزاين الفيرزيليا اللي هو لسه نازل 2024. برده هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن، هو كيوي فيستا، عشان تتفرجوا على العيله كلها كامله من A to Z. ثالث فئه اللي هي اللي قدامنا دي، اللي هو تحس ان الموتوسيكل ده ادفنشر قوي في نفسه. ازاي ادفنشر؟ شايفين طبعا المنظر بتاع الانجن جارد. اي نعم في ناس كتير هتقول لي اسامه شكل ده هو ده سكوتر. بص يا عمرو كده شكله موتوسيكل، تحس ان الوش فعلا موتوسيكلين قدام، فانوسين كده قدام وفيهم رموش جوه كده، تحس ان هو فعلا موتوسيكل مش جو اللي هو سكوتر. شايف الرفرف ايه يا عم اسامه؟ الرفرف ده ايه؟ الكاوتش ده يا عم اسامه؟ والجنط كده كبير، وليه الحاجات دي؟ وليه ده؟ وليه ده؟ ايه كل الكلام ده؟ ليه التفاصيل دي يا ام اسامه؟ اول حاجه لان السكوتر ده بيعيشك جو الادفنشر، بيعيشك جو السكوتر ده تاخده ترميه في الحيط ولا يحصل له اي حاجه. اخدين بالكم؟ والله بكلمكم بجد. شايفين المنظر عامل ازاي؟ حاطين لك حديد في كل حاجه. شايفين الفبر؟ اي نعم. بص البنات هتحبني قوي في الفيديو ده لان انا بجيب لهم حاجه يخبطوها في الحيط وما تتكسرش. شايفين عاملين لك انجن جارد محترم جدا وشكله شيك، مع الفبر طبعا مديك شياكه وفي نفس الوقت حمايه. يعني انت لا قدر الله الموتوسيكل ده وقع على جنبه من هنا او من ظهر، طبعا هو ده برده عشان الناس ما تقولش حاجه. مبدئيا هم دول اللي هم الاستندات او الراكات اللي بيقولوا عليها عشان السايد باجز. يعني هو عامل لك الموتوسيكل ده ان انت تقدر تحط عليه راك خلفي زي الراك ده اهو، تحط عليه توب بوكس، وتحط عليه كمان سايد باجز من الجنب يمين وشمال. فانت كده بقى الموتوسيكل بتاعك ده تقدر تروح وتشيل بيه كل حته وتروح بيه. طيب ما حطيناش شنط؟ لا مانع ان دي تبقى انجن جارد وتحافظ. شايفين حديد عامله ازاي؟ شايفين الكواليتي بتاعتها؟ تحافظ لا قدر الله وقع على جنبه، الحديده دي هتحمي الجاكمان وهتحمي الفبر وهتحمي اللي قاعد كمان في الموتوسيكل. طب تعالى بقى كده، تعالى اوريك حاجه. بص الظهر بتاع السكوتر ده، تحس ان الفوانيس ورا تحس ان هي بتاعت الدوج تشارجر. شايفين المنظر عامل ازاي؟ تكنولوجي برده تكنولوجي. مش بس كده، تعالى اوريك اختراع بقى انا قعدت اذاكره لغايه ما عرفت هو فين. شايف تانك البنزين؟ طول عمرنا فاكرين تانك البنزين بيبقى هنا، المره دي عاملين لك تانك البنزين قدام. طيب هفتحه ازاي؟ هفتح تكه كده يروح مفتوح لي كده يا عم عمرو. شايف؟ طيب هنا بقى التانك، طب ما ده غلط. هنا التانك، لا مش التانك. طيب التانك ده زور بينزل لغايه هنا، والتانك في الارضيه هنا. شايف التانك يا عمرو؟ التانك في الارضيه هنا ده زور بينزل. طبعا مساحه التانك 7 لتر ونص، ودي حاجه كويسه جدا انا شايف. السؤال بقى اللي انا هساله لنفسي، ادام انا فتحت التانك كده، الشنطه بقى تتفتح ازاي؟ العكس. بصوا اهو
الشنطه اهي اتفتحت. ايه رايك يا عم عمرو؟ والمساحه بتاعه الشنطه تحفه، انا شايف المساحه بتاعتها كبيره جدا وكويسه جدا. وطبعا عشان هم التانك بيبقى في بقيه الاسكوترات موجود في الظهر، فهنا استغلوا مساحه الشنطه بقت اكبر بكتير من الاسكوتر الثاني. كان في واحد قال لي في فيديو، ما اعرفش انت البتاع مكسوره مش مكسوره ولا حاجه، عامل مربوطه اهي، والبطاريه اهي، شايفين مكان البطاريه عشان بس ايه الناس تتاقلم. تعالى كده يا عم عمرو، بص الجادون بتاعه، تحس ان هو جادون موتوسيكل قوي، جادون موتوسيكل قوي، يعني حاجه غريبه، جادون موتوسيكل وحاط لك بص كفرات عشان خاطر اللافات عشان الطوب. هو تحس ان السكوتر ده نازل الرمله والزلط، مش نازل اي حته ثانيه. الحاجه برده اللي انا عايز اوريها لك ثانيه واحده، تعالى كده بعد اذنك. هنيجي هنا بقى، بص بقى الدلع بتاع العداد، برده العداد تحس ان هو آلي شويه، عداد فاهم انت عايز تاخده كده ترميه في الحيط. شايفين بقى منظر العداد، هو بسيط جدا ما فيهوش اي حاجه. هنا حاطط لك العداد سرعه ديجيتال، وحاطط لك طبعا الكيلوات، هنا حاطط لك مؤشر البنزين تمام، والار بي ام والساعه. هنا العالي بيديك العالي، طبعا شايفين العالي عامل ازاي، منور على العربيه ازاي، قوي جدا. وهنا عندك الاشارات يمين وشمال، بص بقى الكلام، طبعا الاشارات ليد يمين وشمال، حاجه جامده يعني جدا. شايفين؟ لا سكوتر، ولو حبيت خلي بالك تقعد صاحبك ممكن تقعده على اللي قدام هنا، بص تستحمل والله العظيم 3. السكوتر ده الوزن بتاعه 130 كيلو، السكوتر ده بيطلع 11.5 هورس باور. من الحاجات الكويسه جدا في السكوتر ده ان السحب بتاعه كويس، روح الموتوسيكل يعني قويه، مش حاسس ان انت راكب حاجه ضعيفه، بل بالعكس انا اتبسطت جدا من السحب بتاعه. مع ذلك ان السكوتر لسه جديد ولسه برده بيلين. طبعا هنا هتلاقي عندك الاستاردات شكلها جديد برده، تحس ان هي شبه بتاعه الموتوسيكل قوي قوي. هنا ده المفروض لو ده نازل تبريد ميه، ده شكل يبقى للكفر بتاع تبريد الميه، ولكن هو نازل تبريد هواء. برده من الحاجات اللي انا عايزكم تتفرجوا عليها ومش هتنزل في السكوتر ده، سيستم البريك. هنا سيستم البريك ده اي بي اس، لكن الفيرجن اللي هيجي مصر عشان برده للامانه ينزلوا سعره، انا هقول لكم السعر بتاعه، انا مش عارف السعر بتاعه هيبقى كام، بس السعر بتاعه هينزل قنبله، انا متاكد من السعر ده، ان السعر هينزل قنبله. انا ما اعرفش والله السعر بالظبط كام عشان اقول لكم عليه، بس هم قالوا لي هيبقى فرنج قريب جدا من الاسعار القليله. فانا قلت يا ريت والله يا ريت الناس كلها هتركب سكوترات لو بالسعر ده. فطبعا الفيرجن اللي هينزل من غير اي بي اس، ولكن هينزل ماستر فرامل الامامي وماستر فرامل الخلفي. طبعا شايفين بقى المنظر بتاعه، انا شايف اللون بتاعه حلو جدا، عامل ماتشنج ما بين الناردو جراي الجديد والاسود مط. طبعا السكوتر ده نازل على 2 مساعد خلفي و2 مساعد امامي، وانا شايف من وجهه نظري ان السكوتر ده هيحقق مبيعات قويه جدا. مش عارف الناس هتعجبها فكره الموتوسيكل ان هو يبقى فانوسين قدام وفيه لينسات والجو ده ولا لا، بس انا شايف ان ده هيمشي جدا في الطرق بتاعه مصر، بالذات ان الجنوب بتاعته والكاوتش بتاعه بالمنظر ده. الفرده اللي قدام دي الجنط بتاعها 12، وانا شايف ان الفرد دي طبعا الفرده دي اللي قدام دي 130 يا جماعه، ما حدش يستهوي، 130 70 جنط 12. وعندنا برده الخلفي جنط برده 12، فرده عريضه وفي نفس الوقت ما تحسش ان انت راكب سكوتر قليل. حجم السكوتر وانت قاعد عليه، تعالى عمرو برده كده وانا قاعد، طبعا هنا الهاندلنج حلو جدا لسبب واحد، الجادون عندي هنا مسطره. اطلع اجرب عمرو. بصوا مبدئيا انا وانا قاعد حاسس ان انا قاعد مرتاح جدا، مش قاعد متضايق من السكوتر. ممكن يكون السكوتر عالي شويه عني، يعني انا حاسس ان هو عالي مش واطي بصراحه في الارض، ممكن دي تبقى حاجه كويسه قوي في مصر عشان المطبات والكلام ده، بس انا عشان برضو طويل شويه فانا حاسس بصوا ان انا قاعد. هو اي نعم الجادون برضو ايه، انا مش هحطه قدام جادون، هحطه جوه هنا، يعني هتشوفوني دلوقتي وانا ماشي بص هنا ممكن احود عادي، بس برضو هتبقى احسن بكتير للي اقصر مني. يعني مثلا طول ال 160 170 175 هيبقى حلو جدا، فوق كده ما انصحكوش يعني ان حد هيبقى قاعد مرتاح زي ما انتم شايفين كده. ولكن القعده انا شايف ان القعده او التحكم نفسه حلو جدا. القعده الخلفيه برضو انا شايف ان هي مساحتها هتبقى كويسه. فتعالوا بس كده نطلع نجرب كده ونشوف الدنيا فيها ايه. بصوا كده، بص بقى الظهر، بص القعده، وبعدين ايه تحس ان النور اللي هنا اللي اداد ده مديك كده شويه رونقه، مديك شياكه في الموضوع. شايفين السحبه بتاعته بقى، شايفين السحبه، بص بقى الفلاشر، بص الفلاشر عامل ازاي. والله القعده بتاعته حلوه، وكمان هو سحبه قوي، يعني سحبه مش ضعيف. حاجه بقى سؤال الناس هتقول لي طب بعد ما انت عملت الفيديو بتاع، شايف ان السكوتر ده ينزل امتى؟ السكوتر ده ان شاء الله في خلال شهر. انا ما اعرفش عمرو هيرفع الفيديو ده هينزل امتى. عمرو هينزل يوم 20/10، يعني ممكن نقول السكوتر ده عمرو نص 11 ان شاء الله هيبقى موجود في السوق المصري يعني. ولكن احنا بقى هنعمل حاجه جديده انا وعمرو، ان احنا هنحاول ان احنا نصور السكوتر ده في كذا يوم وفي كذا طريق. انا اول مره اشوف سكوتر بينزل بالوان، دايما كلنا عارفين الاشارات لونها ايه، فسفوري او اصفر. ده تصدق اتغير، ده تصدقوا بقى ده لما هو عاملينه نظام امريكان اللي هو يثبت اللون، واول ما تدي اشاره يفاجئك يديك لون الاشاره الطبيعيه الصفراء اهو، يا بقت حمراء. شركه كوي من الشركات المحترمه جدا اللي ليها كمان اسم في السوق. كمان قطع الغيار بدات توفر بشكل كبير جدا للسكوترات اللي موجوده دلوقتي. فانا شايف ان السكوتر ده ان شاء الله هيعمل طفره كويسه جدا. بس اهم حاجه لو عجبك الفيديو تعمل لايكات كده وشير، ما يعني لازم الدعم يا جماعه، لازم الدعم كده وتحمسونا. معاكم اسامه مهدي بتاع موتوسيكلات.